تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حوار سبورت. حلقتنا لهذا الأسبوع بعنوان الدوري العراقي ما له وما عليه. ضيفي في حلقة هذا الأسبوع لاعب منتخباتنا الوطنية سابقا والمدرب للمنتخب الأولمبي والوطني وللكثير من الفرق العراقية، من كان له صولات وجولات لاعبا ومدربا في الملاعب العراقية والإقليمية. باختصار أنه الكابتن ناظم شاكر. أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. حياك الله كابتن. كابتن، الدوري العراقي لم يبقى الكثير على انطلاقته، كيف ترى تحضيرات الفرق من خلال تدريبك لأحد الفرق الجماهيرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أتمنى إن شاء الله للاتحاد أن يوفق هذا الموسم بتنظيم هذا الدوري بما مرينا به حقيقة سابقا من مأساة بالتواقيت والمواعيد وتأخير الدوري، وأيضا في شهر رمضان لعبنا وبعد رمضان وبتموز. إن شاء الله هذا الموسم يحسم بتواقيت صحيحة وبمواعيد صحيحة، وإن شاء الله حتى احنا كمدربين نقدر نحط برنامجنا ومنهجنا الإعدادي وكل الأمور الفنية حقيقة نقدر نتحكم بها بالشكل الصحيح إذا كان كويس التزام وتوقيت. وبعلمي وبعلم الجميع إن شاء الله هذا الموسم سوف يكون الدوري إلى إن شاء الله تنظيمه وإلى مكانته أيضا من الناحية الفنية، وكل الأندية استعدت بما فيهم القوة الجوية اللي أنا أدربه، وأتمنى إن شاء الله دوري يمتع جمهورنا الكبير اللي محب لهذه اللعبة، وأيضا ننقل رسالة هذا الموسم إن شاء الله للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، وهذا الأهم، برفع الحصار حقيقة ورفع الحظر عن الكرة العراقية. وهذا مطلب حقيقة، يعني مطلب لكل، ليست للمدربين والمنتخبات فقط، وإنما لجمهورنا الكبير المحب لكرة القدم. نعم. وأيضا الجمهور من حقه أنه يتمتع بمنتخبه أمام أهله وناسه وفي أرضه وفي بلده. نعم. كابتن، يعني لم يبقى الكثير، ولكن سبق هذه الفترة، هذه أول مرة تصير، يعني جنابك تحدثت عن مأساة التجارب في المسابقات الدوري في السنين الماضية، لكن رغم أنه الكثير اعترض على موضوع يعني إيقاف مسابقات الدوري أو إلغائها كما قيل، لكنها فسحت المجال لكم كمدربين أن تستعدوا جيدا للموسم الجديد. هل هذا صحيح إلى حد ما؟ نعم. أنا مريت العام بوقت ضيق جدا، بحالة صعبة جدا، ما لعبت مباراتين ودية، واحدة كنا في معسكر، أنا كنت مع نادي المصافي، لعبنا مباراة فقط في أنطاليا، ويمكن مباراة لعبنا أخرى هنا في بغداد، يعني نعم بعد رجوعنا، وكانت الفترة قصيرة جدا. تعرف السيستم اللي المعمول به في كل العالم انه ما تلعب اقل من 8 الى 5 مباريات وديه. طيب هذه المباراه تحتاج الى كل يومين او 3 على الاقل انه تلعب مباراه وتشوف خطوطك وتشوف لاعبيك وتشوف تنظيم فريقك وطريقه لعبك، ويعني عده طرق لازم تلعب حتى تهيئ للدوري. حقيقه العام يعني انا ما اريد اذكرها لانه مرت علي حاله شفتها بعيني. يعني عندنا مباراة بالبصرة مع نفط الجنوب. نعم. والله اشوف اللاعب يشرب البطل المي وبطل الاخر العفو يذب على العفو حذاءه. نعم. من الحرارة العالية، من شدة الحر، وارضية الملعب التارتان. نعم. اللي يلعب عليه هذا نايلون. نعم. واحنا بتموز، وهو يتفاعل مع الحر ويلعبون اللاعبين ويكملون. فهذه حالة ما واردة اصلا، هاي جريمة بحق اللاعب وبحق كرة القدم. نعم. ان شاء الله ما نمر بها هذا الموسم. بلدنا حر قائض ايضا، يعني حر يعني قائض جدا بحيث يتعب يهلك اللاعب يقال. احنا اذا اريد ندخل بتفاصيل اخرى، نعم احنا مو احر من الخليج، لا رطوبه ولا حراره. طيب. لكن الخليج عملوا حقيقه لكره القدم الشيء الكثير. احنا متعلمين على وعود بزمن النظام السابق ولحد الان احنا. نعم. ابني ملاعب بها اضاءه، اتدرب حتى نتدرب بالليل حتى نبتعد. الخليج اشتغلوا ووصلوا لمراحل صحيحه. خلينا نكون واقعيين، احنا ولد بلد. نعم. لكن احنا لحد الان من ذيك الفتره ولحد الان. نعم. احنا ملعب ما عندنا حتى يعني نعم. من احدث الملاعب عندنا ملعب المدينه الرياضيه لحد الان لم يستثمر بطريقه صحيحه. انت تدرب احدى الفرق الجماهيريه، ساسالك سؤال يعني امام الكاميرا. بالمناسبه قبل ما تسالني هذا سؤالك، يعني انت هسه تكلمت عن الملعب المدينه الرياضيه. نعم. ملعب في هذا الحجم وفي هذه
المبالغ الطائله اللي صرفت عليه حقيقه. ذاك اليوم رايحين المباراه اللي صارت مباراه منتخبنا، واقولها بكل صراحه يا اخي، سمعت امور كثيره من اللاعبين انه الحمامات والمنازع حاره جدا. واحنا في هذا الوقت اذا تتكلم على ملعب لازم تسوي ملعب نموذجي، ملعب كامل. هاي المبالغ اللي صرفت لهذا لازم تطب مثل ملاعب الخليج نشوفها كل شيء فيها. لكن انه ما نريد نقارن باوروبا والدول المتقدمه جدا. هذا ملعب صرفت عليه اعدال ملعبين في اي دوله بالخليج هسه. لحد الان ادامته هيك يعني صعب جدا. كابتن انا اريد اسالك، انت تدرب احد الفرق الجماهيريه، لو اشعرك الاتحاد العراقي لكره القدم انك مثلا ستلاعب الزوراء او الطلبه او الشرطه او اربيل احدى مباريات الدوري، كأن يكون ملعبك او ملعب احد هاي الفرق يعتبر وهو ملعب المدينه الرياضيه، هل لدى اداره القوى الجويه وبين هلالين او بين قوسين الكابتن ناظم شاكر الاستعداد للذهاب هناك عملا بمبدا ما تحدثنا عنه في البدايه من اجل رفع الحظر عن الكره العراقيه؟ انا اول الناس موافق. وهذه يعني احنا راح نتفرد بها قناه الرشيد. يعني حقيقه يزيدني شرف انه نلعب على ملعب مثل ملعب المدينه الرياضيه، لكن اريد يكون في مستوى عالي جدا حتى ننقل صوره للاخرين وللعالم وللدول المجاوره. ما اريد احنا كل مره نذكر الخليج، لكن الخليج عندما تدخل ملعبه تدخل ملعب مو تشوف بس ارضيه ملعب ثيله، طب جوا مدينه كامله كلها مجهزه ومكيفه ومهيئه بكل شيء يا اخي. احنا ما يصير بس نباوع على ارضيه الملعب ونشوف المدرجات. كابتن اللي يعني داخل اللاعب اللي يحتاجه شنو لازم نعرفه. كابتن ايضا يعني من ضمن المواضيع اللي تحدثت عنها جنابك يعني ما بين السطور موضوعه الوعود التي تلقيتموها كثيرا كمدربين كلاعبين. نحن كاعلام رياضي وزاره الشباب والرياضه شرعت ببناء ملاعب نموذجيه في اغلب محافظات العراق، قالت في غضون سنتين سنقطف الثمار. كيف يمكن لكم انتم كرياضيين ولنا كاعلام رياضي ان نضغط على الوزاره من اجل ايفاء بوعودها وتسليم تلك الملاعب في الازمان المحدده؟ شوف خلينا نكون صريحين اكثر، يعني انت تعرف انا لقاءاتي كلها كلامي كله صريح، احكي اللي اشوفه واللي اعرفه. اذا ياثر على الدوله، اذا ياثر على شخص، اذا ياثر على احنا عرفنا نظام الشاكر يهم الكره العراقيه اولا واخيرا. اول شيء يهمني العراق طبعا، وبعدين الكره العراقيه اختصاصنا يهمنا العراق. احنا ما نريد نضيب اللوم كله على وزاره الشباب. نعم هي واجبها ومن حق وزير الشباب والاولمبيه والاتحاد يتعاونون في سبيل ان يجهزون اكثر من 10 الى 20 الى 100 ملعب، ماكو مشكله يعني. حتى العراق يستوعب ماديا وكل شيء، لكن اكو جانب مهم جدا احنا لا نقسي زايد بصراحه وبدون ما نبرر. يجيك واحد يقول هاي ليش يسولف الكابتن؟ احنا هسه الوضع هذا اللي احنا نمر به، الظرف الاستثنائي اللي يمر به. نعم خلينا نكون واقعيين. الوضع الامني، الوضع البلد غير المستقر، تعرف كثير اكو من الناس اللي يريدون انه هذا البلد لا ينهض، لا اكو معوقات كثيره يعني. احنا خلينا نكون واقعيين. وفي كل مكان هسه من ارض البلد تشوف اكو تخريب وكبير، يعني هذا هم جانب لازم نحطه يعني. طبعا لازم. احنا مو مستقرين مثل الخليج حتى نجي نعاتب وزير الشباب. ولكن يعني كابتن خلي تكون عندنا فسحه امل. بالممكن من يشتغل. نعم يعني هسه انا من الناس هسه من جيت هسه اذا اقول لك كم سيطره مرت بها وش قد ازدحامات لما وصلت لك ب 12 صعب جدا يعني. ماني يمكن انت تحاججني انا وراسا اقول لك فلان شيء، انه وضع البلد مو مستقر يعني بصراحه. يعني انت مو براحتك تطلع من البيت 10 دقائق توصل لهنا تحسب حساب، اطلع قبل ساعه اني حتى لا اخجل وياك ولا اعطيك الموعد حتى اكون صادق. انا سؤالي كابتن كيف مع كل هذه المحظورات خلينا نعكسها على العمل الكبير. يعني حقيقه انه مو عمل سهل، انت تهيئ ملاعب وشركات يعني. بعدين هسه اكثر الشركات يقول لك انا ما مجبور انه اجي يعني انجز لك ملعب في ظل هاي الظروف الصعبه. يعني هم يخافون على نفسهم. احنا ولد الملحه تعلمنا من زمن بوش الله يلعن عليه لحد هذا اليوم، تعلمنا احنا عادي عندنا. فخلينا نكون نتكلم اللي لك واللي عليك. هذا الجانب اللي اقول. لكن احنا هسه انت لما تحضر هسه شفت مباراه اللي صارت مع المنتخب الاولمبي. شفت حضور الجمهور. اللي يشوف هيك حضور من الجمهور هذا يفكر بخوف، يقول لك هذا يفكر بشيء. لكن في دوله ثانيه صدقني ما يحضرون 20 واحد، يدفعون مبالغ للجمهور حتى يحضروا ما يحضروا. هذا الخليج احنا اقوى لعبه نهائيه تلقاهم 100 واحد يمكن قاعد يتفرجون، والملعب يسع الى 60,000 يمكن.
فاحنا هم خلينا نكون منصفين، يعني هو ليس دفاعا ترى لا على وزير، اني تعرفني اتكلم نعم كابتن، لا دفاع على وزير ولا دفاع على شخص معين ما اعرفه، لكن هم من حقهم الناس انه يعني العمل اكو عملهم يمكن هم ادرى به، يعني كثير من الامور اكو عراقب كثيره. انا كابتن يعني اقصد كيف يعني نشحذ همه هؤلاء الناس يعني القيمين على الرياضه حتى يقدمون لنا بالمواعيد، يعني انا انت جنابك كمدرب، انا كاعلامي رياضي، كليتنا نتحد نرفع صوتنا بطريقه راقيه يعني تستجمع وتدرك ما يمر به البلد، ولكن رغم ذلك نريد منجزا رياضيا. كرتنا العراقيه تستحق. شوف، اعتقد انه وزير الشباب، تحياتي له طبعا، يعني يمكن يقول الكابتن ناظم هو اليوم يتكلم عني، انا اتكلم لما اشوف اكو على الرجل عمل كثير، يعني هاي الدورتين عمل كثير، واشوف كثير اني ملاعب، واشوف ادخل هسه للاتحاد، ادخل من باب الوزاره من هناك اشوف قاعات كثيره، اشوف وبرا ملاعب اشوف، لكن رغم هذا كله اللي دا ينجز خلال هاي الامور الصعبه الموجوده والفتره اللي دا نمر بها، لكن ايضا مو نقدر نقول مو بحريه او بعمل، يعني صعب جدا. انا ورياضتنا تستوعب اكثر واكثر، يمكن هذا هاي المشكله، يلبي جزء فقط ولا يلبي الكل. هاي المشكله، انه انت يعني بكره ملعب افتتاح الدوري بين الجويه، الشرطه، الزورات، طلب، الفرق الجماهيريه، من تشوف ملعب الشعب تقول هذا مو العراق بهالظروف والاخبار اللي نسمعها والامور ده، اكيد يعني. وهذا يعني هاي حقيقه تحسب لاهل كره القدم، من لاعبين، نبدي باللاعبين الى مدربين الى ادارات الى اتحاد الى اولمبيه الى وزاره. نعم، هالست عناصر مهمه جدا. نعم، يعني هذول السته ما اقول يشكرون، لكن هي حب كره القدم في العراق بهذا الشكل. هو فطري كابتن اكثر من كونه يعني حبا جاء بالممارسه. خلي اقول لك فد شغله هم استذكرتني حاليا. قبل كان رئيس اللجنه الاولمبيه ابن الرئيس السابق، كنا قاعدين في مؤتمر كبير جدا في قصر رشيد، يمكن اعتقد، فالاتحادات كلها قاعده، فاحد اعضاء الاتحاد الالعاب الفرديه يعني تعتبر مو كره القدم، فرفع ايده قال له انتم مهتمين بكره القدم اكثر من كل الاتحادات الباقيه. فجاوب ذاك الشخص قال له اني مو بيدي ولا بيدك، هاي وضع البلد هيك، العراق هيك، كرة القدم لعبة شعبية، لعبة محبوبة، هي المميزة، هي الأكثر استقطاب من الجمهور، هي الأكثر ممتعة إلى آخره. فهي هاي يعني اللي أقولها يعني بصراحة، مع اعتزازي واحترامي كل الأبطال اللي حصلوا على أوسمة، بما فيهم يمكن قبل يومين عندنا بطل حصل على وسام، عدنان تعيس. نوجه له تحية أيضا، تحية له وأبارك له من خلال قناتكم، وأبارك لكل الألعاب السلة والطائرة وكلها، ما أريد أحدد على إنجازاتهم، وحقيقة إحنا مقيميها ومثمنيها بداخلنا، لكن أكو ناس ما تتابع يمكن قسم من اللعبات الفردية، وهي أكيد هي في كل العالم لها اهتمام ولها مثل كرة القدم، لكن إحنا تعرف يمكن بظل هاي الظروف اللي إحنا نمر بيها، العالم توجهها وين كلها للقدم. يعني اللي يعتبر احد يعني المتنفسات المهمه. طيب كابتن، لو اخذنا فريقكم فريق القوه الجويه مثالا، كيف تعامل الكابتن ناظم شاكر مع مجموعه لاعبيه في الموسم الماضي؟ ما هي الرؤى التي اعتمدها في الابقاء على مجموعه اسماء واستقطاب مجموعه اسماء اخرى؟ بالحقيقه اولا احيي كل اللاعبين اللي طلعوا من القوه الجويه. يعني ما اريد احدد الاسماء لانه هم أدوا ما أدوا، قدموا ما قدموا، يشكرون هذا، خصوصا أكو الأخ محمد عبد الزهرة، أبو حالوب، سعد عطية، آيات سدير، علي سعد، دول اللاعبين كلهم أعتقد يعني طلعوا من فريق جماهيري راحوا لفريق جماهيري آخر. هذا دليل احتفظوا بقيمتهم كلاعبين بالضبط، حتى هذا دليل على أنهم لاعبين جيدين. لكن المدرب في هذه الحالة أنا باستراتيجية عملي أنه لازم تغير في كل مركز، إذا مو بنفس المستوى أحسن. هذا اللي قدرنا نحصله خلال هذا الموسم، أكو لاعبين جيدين أيضا، إذا مو بمستواهم قلت أحسن. هذا جانب. الجانب الآخر استراتيجية الفريق تتغير، والجانب الفني متواجد لازم يكون. يعني أنا مو أطلع لاعب
من خط الدفاع اجيب لاعب اقل منه مستوى للاستراتيجيه اللي ببالي، لا، من اطلع لاعب جيد اجيب لاعب احسن منه اذا مو مستواه. هذا اللي يخلق انسجام جديد وخلق روح عاليه جديده، وحتى يصير استراتيجيه تغيير في هذا الموسم، تصير روح المنافسه موجوده بكل خط من خطوط الفريق، وهذا اللي سويته انا حقيقه هذا الموسم. نعم. طيب كابتن، هذا يدعوني الى ان انتقل لموضوع مهم جدا للكابتن ناظم شاكر، راي خاص بي. قيمه عقود اللاعبين هل توازي فعلا امكانياتهم؟ واعني بذلك اللاعب المحلي واللاعب المحترف. انت المشكله سؤالك هو الي، اني بالنسبه لي يمكن كثير اللي من اشتغلت خلال هاي السنين، اني مع اللاعب حقيقه في كل شيء. خلينا نكون واقعيين. انت عليك كمدرب وكاداره وكجمهور عليك ان تهيئ كل مستلزمات الراحه لهذا اللاعب وتنزله للمباراه بجانب نفسي بدني عالي جدا، معنويه، كل شيء. فاللاعب ايش ما تعطيه عندنا حقيقه مو اقل من اللاعبين الموجودين حاليا بالخليج وغير الخليج. نعم، والدول الاقليميه المحيطه بالعراق. نعم هذا فد شيء يعني. يمكن يجي واحد يقول لي فلان دوله انه يعطوه اقل، نعم حكم وضعهم وميزانيتهم. نعم. يعني مثلا ما تقيس الاردن ومستوى المعيشه. نعم، هو ما تقيس الاردن انت واقتصادهم على العراق ولا سوريا. نعم. مثلا ولا لبنان. نعم. اما تجيني على الخليج لا، عقودهم عاليه جدا واعلى من عندنا. فهذا اللاعب يستحق، اللاعب الجيد يستحق، وايضا اللاعب اللي نقول مستوى دون الجيد هم يستحق، حتى تعطيه معنويه ودافع اكثر وتملي رغباته اذا ماديه واذا امور اخرى في سبيل حتى يعتلي للاعلى. وهو الحصيله وين؟ للمنتخبات الوطنيه مالتنا. نعم. يعني اللاعب من يشوف اكو مبلغ، يشوف يعني يشوف اكو اهتمام، اكيد رح ينتج، من ينتج يعطي عطاء بالدوري. اذا دوريك جيد رح يصير منتخباتك جيده. نعم. وهاي ايضا تعطي تسهل مهمه المدربين المنتخبات. يعني من يجي يشوف اكثر من لاعب جيد في خزانته وفي باله وفي عقله وفي مهمته التدريبيه، رح يكون يتحكم باللاعب اللي يريده هو. يعني يصير عنده اكثر من خيار. نعم. انا كابتن يعني خليني يعني ننسحب لسؤال اخر مهم بالنسبه للاعبين المحترفين. هل يرى الكابتن ناظم شاكر مستوى اللاعبين المحترفين جيدا بما يجعلهم يعني يحترفون في الدوري العراقي؟ البعض يقول كثير من اللاعبين المحليين افضل من اللاعبين المحترفين. انا احكي لك على نادينا، يعني نادي القوى الجويه، وهو يعني كتجربه، يعني هو نفس الشيء معكوس، وينطبق على بقيه الانديه، معكوسه نفس الشيء على الانديه الاخرى، اذا كان الشرطه، اذا الطلبه، اذا الزوراء، ايهم. يعني احنا مثلا عندنا لاعبين هسه بالهجوم، عندنا سعد، عندنا حمادي، نعم، وعندنا مصطفى، نعم. مصطفى كريم. هذول لاعبين المنتخب ولاعبين ممكن يحترفون في كل دوله. نعم. ممكن، لكن ما يمنع انه تيجي على لاعب الوسط. عندك هسه ان شاء الله يمكن اكو لاعبين، عندنا بشار رسن بهذا المستوى الراقي اللي وصل له، وان شاء الله يوصل اكثر. لا يسمعني انه نخاف عليه انه ينغر، لكن ان شاء الله ما ينغر، لان هذا اللاعب وراء ابوه كان لاعب سابق بالمنتخبات ونادي الزوراء. نوجه تحيه للكابتن رسن محمود ايضا. رسن بنيان. نسب بنيان. اي هو ابنه، واني بعد يعني كثير نداخل بالمكالمات واقول له، قال لي كل شيء اللي ببالك كابتن انا دا اسوي، حفاظا عنا بالنوم بالاكل بالراحه يعني. فهذا ان شاء الله ما يكون مغرور، لان وراء اب رياضي. نعم. كثير يعني هسه تجي تقيس لاعب، مثلا نجي على مثلا مكاجي عندنا. نعم. مكاجي جابوه نادي القوة اول موسم ب $80,000. نعم. قدم مستوى هاي السنه $150,000. نعم. قدم مستوى جيد، نقول ولو القوة ما حصلوا على هذا الموسم على مركز يعني يليق بجمهورهم وبتاريخهم، لكن طلب $250,000. شوف التصاعد في هذا لاعب محترف افريقي، ممكن يعني نقول ممكن في بلده ما ياخذ $30,000، يمكن عشر هذا الرقم ما ياخذه. نعم. فمساله الاحتراف، يعني نجي على اللاعب الاحتراف. عندك لاعب جيد، نعم عندنا لاعبين جيدين، لكن اللاعبين الجيدين معدودين. يعني اذا انت تريد وانا اريد وذاك يريد وكل الانديه 20 فريق يريدون، ما راح تبقى لاعب جيد محلي عندك. فتضطر شو تسوي؟ تستعين باللاعبين المحترفين، لكن اللي مستوى لاعبك، او اذا مو اقل. خليني اقول لك اياها بصراحه، اذا مو اقل. يعني لم يجيء لحد الان لاعب محترف افضل من المحلي انا بالنسبه لي بصوره واضحه. لا ما شفت انا لحد الان، انا ما شفت يعني. وهذه مشاهده مدرب قدير، احنا هذه نسجلها طبعا. هذا الموضوع
يعني اسال اي مدربين الانديه وحتى على مستوى منتخبات. نعم كابتن، يعني ليس يعني من باب المجامله، ولكن تعضيدا لكلامك يتطابق كثيرا مع الكثير من المدربين الذين جلسوا نفس الجلسه وتحدثوا بذات السياق. انا قلت لك ليش. يعني احنا لو عندنا لاعبين يكفون الانديه اللي موجوده بالدوري الممتاز ما كان استعينينا بلاعب اخر. واكو نقطه هامه ازيدك من الشعر بيت، يعني نعم. هاي ما تنطبق على كل الانديه. نعم. ولو قسم انهم يزعلون عليه هسه. اكو بعض الانديه يستقطبون مدربين محترفين للفائده الماديه. حتى اقنع مسؤولي انه جبت لك محترف، هذا المحترف راح يجي مثل الاطرش بالزفه. شفته لا يفقه شيئا عن الدوري، ما يعرف كل شيء، فشي يستعين بمدرب مساعد هو مدرب بالاساس، يجيبه يكتب عقده شكل حتى اذا مستوى يعني مو بالمستوى المطلوب. مثل ما تعرف هذا سؤالك اني اعرف ليش، لانه كثير جو محترفين مو بالمستوى المطلوب كثير. وهسه اني يمكن اكو امور عندي بالنادي، اكو يعني المحترف عندنا او واحد او اثنين بمستوى لاعبين بغداد، انتظر القي لاعب بمستوى هذا المحترف اجيب محلي. ليش اجيب محترف ينحسب عليه محترف؟ هذا مو من باب قلت لك يعني من باب الماده ولا لا. احنا في عملنا يعني هذا الموسم مصلحه الفريق أو هذا الموسم حقيقه حتى يسمع كل جمهور الجويه، وخصوصا المسؤول على رئيس الهيئه الاداريه السيد القائد المحترم والاخوان بوزاره الدفاع كلهم يعرفون انه احنا هذا الموسم تنظيميا احترافيا ولو جزءا نقدر نقول. نعم. بما انه الكادر التدريبي والاداره هذا الموسم عملنا بشكل جيد جدا. ما اريد اقول لك احنا عملنا جيد نمدح نفسنا، لكن اكو امور تنظيميه دخلنا بيها، اكو امور حسابيه دخلنا بيها. يمكن كثير من الامور اللي قدرنا نشتغل بها هذا الموسم عملنا بها نقول بجزء من الاحترافيه. نعم، يعني على الاقل وضعنا خطوه في عالم الاحتراف الصحيح. نعم سوينا شغلات حقيقه يعني ما اريد اذكرها حتى تحسب نعم. لكن العام كان مع احتزازي بكل العاملين بما فيهم المتواجدين بالهيئه الاداريه حاليا، كان اكو كثير من التجاوزات، العفو التجاوزات مو بالاخذ والهذا لا. بالتنظيم، بالقرار كان غير، عدم فهم مسؤوليات، القرار ما كان يعني بيد شخص اكثر من التصرفات، اداء اللاعبين، تصرفات اللاعبين مع الاداره، تداخل الجمهور مع الاداره ومع اللاعبين، يعني كانت سببت لنا العام مشاكل كثيره. نعم. حقيقه هذا الموسم كلها يعني ركناها على جنب واشتغلنا بما يفيد النادي هذا من تاريخ ومن جمهور عريق يطلب منك نتيجه انت هذا الموسم. نعم. اني هذا كلامي كان مع الهيئه الاداريه والاخوان كلهم مستجابين حقيقه. وجلست مع قائد القوى الجويه الفريق انور، وايضا يعني ما ننسى دور الاستاذ الاخ الفريق الركن محمد العسكري بتداخلاتنا احنا معي ومع الاداره. لكن الرجل كثير ما ماخذ عليه انه يقولون انه محمد العسكري كان مؤثر على الشخص، لا حقيقه الرجل باتصالاتي معه وهي انه مبلغ كبير حقيقة يعني، وهو يسجل للإدارة هذا الأمر. لا مسجل لمحمد العسكري وللسيد وزير الدفاع وكالة أستاذ سعدون. نعم. حقيقة يعني هذا المبلغ مو من الإدارة، والقوة الجوية يعني يستاهل كما يقال بالعراق. نعم يعني هو اسم كبير، قامة من قامات الكرات العراقية. أنا أقول لك الأستاذ محمد العسكري الفريق الركن محمد العسكري هذا الموسم تماس وياي مع الإدارة، لكن خلي يسمع الجميع أنه لا ياخذون ماخذ عليه مثل ما العام قالوا. ان وانا من الناس سمعت كثير انه هذا الرجل تداخلاته كانت يعني مع الجوانب الفنيه وكثير اداريه بالله مع الاداره، لكن تداخلاته مع الجوانب الفنيه ما حدث لحد الان. وهو هذا المهم لكم كمدربين. انا بالنسبه لي الرجل يعرفني زين ويعرف شخصيته، هو متابع لهذا النادي من سنين يعني هذا الرجل. فمن خلال برنامجكم اشكره جدا، واشكر السيد وزير الدفاع وكالة استاذ سعدون، واشكر قائد القوى الجويه، وحقيقه وايضا اشكر اداره القوى الجويه باعطائي يعني حقيقه الضوء الاخضر في العمل في كل شيء. لكن تعرف من خلال خبرتي الناس معتمدين عليه. معتمدين عليه من خلال خبرتي اداريا فنيا استقطاب حتى يكونون بالصوره. جمهور القوى الجويه لا ينفرد شخص يعني ويتكلم على الجانب الفني محصور بيد ناظم شاكر، مع اعتزازي بالكادر مالي اللي هو الاخ وليد ضهد وهاشم خميس وفاروق عبد جاسم. احنا الاربعه
نقرر فنيا بعيد عن كل التدخلات. ويعني حتى اكون شوي يعني اعطي اوضح حتى لجمهورنا ايضا وللاعبين ايضا، انه القرار اللي يصدر باسم لاعب، اي لاعب، هو لا حيكون من عندي وكان من عندي، وهو مبني على رؤية فنية فقط. لا حد يقدر يتدخل بعملي حقيقة، وهذا شغلي خلال 24 سنة مع الأندية كلها، وده تسمع لي كل الأندية اللي عملت بيها. نعم كابتن. اللاعب اللي يصير اختياري عليه أجيبه وأعرف شنو قدرته وشنو إمكانيته وشلون توظف لمصلحة الفريق، وشلون أوظفه لمصلحة الفريق في المكان اللي أشوفها. فهاي مهمة جدا أن يسمعوني كل الناس القوة الجوية. لا كنت تدخل من أي شخص مع اعتزازي بكل إمكانياتهم وقدراتهم ومتابعاتهم لنادي القوة الجوية. الجانب الفني محصور فقط لناظم شاكر ووليد ضهد وفاروق عبد الجاسم وهاشم خميس، وبالتالي للرؤية الفنية أنا أكرر على هاي أكرر على هذا. سيتهمك الكثير بالدكتاتورية كابتن. لا وأنا كنت دكتاتوري. احنا شغلنا لازم يكون مو دكتاتورية، يصير يكون لك قرار صاحب وحدة قرار. نعم. أنا هسه مو دكتاتوري. ليش؟ أنا دا أذكر إخواني والمساعدين وياي. نعم. يعني عرفت شو قصدي؟ نعم. ومن شاور الناس شاركهم عقولهم كما يقال. اثنين، دا أكد على هذا الجانب، لأنه احنا عندنا جمهور كبير وجمهور محب وجمهور متعصب. وأيضا متهمين إدارتنا العام من جهة أنا سمعت متهمين إدارتنا ومسؤولينا بأنه التدخل هذا كان حقيقة، إذا كان صح أو غلط أنا ما كنت متعايش به. تدخله كان يعني هو سبب تدهور الفريق بتدخلات الإدارة والمسؤولين، قسم منهم وقسم من اللاعبين المتنفذين. هاي نقطة هم نسيت أنساها. وتأثير الجمهور على بعض من الكادر التدريبي على الكادر التدريبي والإخوان. حقيقة أنا ما جيت من جيت لحد الآن، أنا خلال المباريات الأخيرة وتواجدي مع النادي يعني ما شفت فشي لحد هاي اللحظة اللي قاعد يم مكانه، ومن أشوف هاني أفضحها فضيحة. نعم. وهو معروف عن الكابتن ناظم شاكر إن شاء الله أنه جريء في طرحه للحق. لا وإن شاء الله ما موجودين إن شاء الله ما حقيقة موجود. والله مو دفاعا ولا تملقا ولا خوفا. لا على مادة ولا على تدريب ولا منصب. لحد الآن كل الإدارة الساعة 3:30 بالليل برمضان بعد السحور قبل السحور اتصال يصير مع أعضاء الإدارة على موضوع معين، على لاعب يطلع يطوب الطين من الطين نسوي هذا، وبما فيهم الأستاذ محمد العسكري الرجل. يعني حقيقة أنا استغرب على هذا الرجل أنه 4-5 مكالمات باليوم، حبه لهذا النادي فظيع جدا. لكن يملك معلومات محمد العسكري عالية جدا. نعم كابتن يعني بالفنية. لكن الرجل يرجع ويقول كابتن الرأي إلك، المشورة إلك. حتى من يتكلم ويا أعضاء الإدارة سألوا الكابتن ناظم يوافق، احنا ما عندنا مانع. نعم كابتن، يعني الآن بعد مضي تقريبا يعني 2 إلى 3 أسابيع على انتهاء شهر رمضان المبارك وما أثر به على هذا، خلينا ننتقل للحديث عن موضوع مهم جدا يتعلق بالمحترفين وكيف يؤثرون على المراكز التي نحتاجها لمنتخباتنا الوطنية، بما أنت عملت يعني في فترة طويلة مع منتخباتنا الوطنية. ولكن كابتن أنا وأنت سنتحدث عن هذا بعد الفاصل، ابقوا معنا مشاهدي الكرام. ملفات مختومة بالشمع الأحمر. نفتحها ونكشف أسرارها. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. كابتن، تحدثنا عن موضوعة المحترفين. الآن يعني نفس الموضوع، هناك آراء تقول أن كثرة اللاعبين المحترفين إذا تجمعوا في مركز معين، ليس في فريق واحد، على مستوى 4-5 فرق جماهيرية، ستضيق فرصة بروز لاعبين يستدعون للمنتخبات الوطنية. مو هذا سؤالك؟ اعذرني، يعني أنت مشتري الطرحة. أنا كابتن لا قبل حتى أنت للحقيقة سامعة ولا لا؟ حقيقة أنا سمعتها من أكثر من ناقد رياضي. إذا سامعة من حقك تسأل. طبعا كابتن، جنابك قال لي في جملة مهمة جدا قبل أن ندخل للبرنامج. قلت لي في كل مركز سأضع 3 لاعبين أو لاعبين،
وعندي رؤى أنه في المركز الضروري جدا يعني أجيء باللاعب المحترف. أولا ما ممكن مدرب يجيب لاعب محترف إذا عنده لاعب جيد جدا في هذا المركز. نعم. اللاعب المحترف تجيبه بمستوى عالي وما عندك لاعب بهذا المركز بهذا المستوى. يعني هذا أولا. ثانيا ما ممكن أنا عندي لاعب بمستوى عالي واروح اجيب محترف للفريق بهذا المركز بمستوى اقل او بذات المستوى، ما دام عندي لاعب محلي. ما ممكن. نعم. يعني مثلا هسه احنا مكاجي بدا يتلاعب علينا بهذا الامور يعني بصراحه كثير الماديه، ويتحجج ببطاقه فلان شيء واعطوني هالقد ولازم عقد هالقد ولازم مقدمه هالقد. احنا استعجلنا بهذا اللاعب الغاني، جبنا هذا اللاعب الغاني لاعب مصر، وشفت سيدياته وشفت هذا جيد جدا، وحتى سألت على آخر مباراة له بال 2014 انه كان متواجد، فهيئنا البديل. بديل محلي طبعا أكيد. لا هيئنا بديل محلي وبديل محترف، وهذه الرؤية الصحيحة. نعم. ما يصير انا اجيب اكوم. هسه عندي اني شوف بالمناسبة يعني لحد الان، لحد هاي اللحظه قبل ما اجيك كنت اتكلم بالتليفون، جنابك كنت تدق عليه. نعم. وانا ارفضه. نعم. كنت اتكلم بالتليفون مع مدير الفريق الاخ جاسم قاطع، قلت له وقف هاي الشغله وخلي هاي الشغله انتظر، لان حيصير عندنا في مركز اكثر من اثنين، هذا ما ممكن. نعم. وهذا ما معقول انه مدرب يسويها، يجيب مثلا لاعب ارتكاز 3 بي. حتى تدخل المدرب يعني في حيرة في عملية اختيار الأفضل إذا كانوا ثلاثة على بدنية جيدة. أنا عندي هيثم كاظم قدم مستوى المباريات الأخيرة، أنا كنت موجود، وللأسف أقول إنه كان هيثم كاظم وغير هيثم كاظم كانوا قاعدين يعني ما كانوا يلعبوهم. هذا طبعا ما أريد أتكلم على مدرب، هذا كل واحد وجهة نظره، لكن أكو لاعبين انطوهم النادي، الإدارة انطوهم برغبة المدرب، وهاي يعني قلت لهم الاداره انتم كان لازم ما توافقون. مثلا نجي على علي جبار راح يلعب اخذوه نادي الهوك. نعم. هو كابتن منتخب، كابتن بالقوى الجويه، ولعب بطوله عالميه، ولا لاعب يعني المهم عنده له مكانه. شلون هذا اللاعب استغني عنه لاسباب مشاكل بين اللاعبين، استمعوا هذا رضوا هذا احمد عبد الامير لاعب اليمنى. نعم. لاعب بدهوك ايضا لاعب متمكن جيد، انا شلون استغني عنه؟ يعني ما اريد اعدد لك بعد. هاي الامور مؤثره جدا يعني حقيقه. ان شاء الله ما تتواجد. لكن نجي هسه على المركز، مثلا على سؤالك، انا عندي لاعب مثلا هيثم. نعم. وعندي لاعب ايضا محترف ما اريد اذكر اسمه اليوم، انتهت شغلته تقريبا، لاعب منتخب. نعم. جيد جدا ايضا بهذا المركز، واكو لاعب ايضا محترف بهذا المركز. نعم. وللعلم انه هذا اللاعب وصل بغداد المحترف. نعم. كابتن، هنا هذا الموضوع اللي انا اسال عليه، كيف تكون عمليه المفاضله؟ هسه طبعا راح اجيك على لاعبنا، لاعب منتخب وامكانيته جيده بمستوى هذا اللاعب اذا مو احسن. نعم. انا هسه وقفت هاي من داجي قلت لك حضرتك كنت تتصل، وقفت هذا اللاعب المحترف. انطوا اليوم رست، خلينا نشوف اليوم على اساس يوقعنا هذا لاعبنا المحلي المحترف، وبالتالي المنتخب يعني تختزن الاختيار الثالث لمركز اخر تحتاج. لا بعدين ان هذا المركز بنحدد به لاعبين 2 كافي. نعم. هذا اللاعب المحترف ممكن استفاد، واني انا موعود بلاعبين ان شاء الله بالمعسكر، لاعب منتخب كوستاريكا فريزو اسماء، اني يعني هذا بالاتصال وياي. هذه معلومات حصريه لقناه الرشيد. نعم هاي جديده ما حد يعرفها. ولاعب اخر برازيلي لا يلعب بمنتخب الشباب ماله. نعم ممتاز. وايضا لاعب اخر الاستاذ محمد العسكري قال لي عليه، لاعب جامايكي يمكن قال لي. نعم. يمكن يحضر ايضا في المعسكر. هذول يحضرون. احنا اذا فقدنا هذا اللاعب ووقعناه، اذا وقعنا هذا اللاعب المحترف، راح يصير عندي 4 محترفين بعد، ما اقدر اذا يجيني لاعب يمكن اشوفه بمستوى عالي صعب اوقعه. فارجع وين على اللاعب المحلي مالي، بالما فيه انه هو لاعب منتخب وامكانيته جيده ومستواه احسن من اللاعب المحترف هذا، اوقع المحلي حتى يبقى عندي خيار. نعم. هذا اللي سويناه. وقفت الصفقه مال هذا المحترف هسه. نعم. ودا ننتظر اليوم. نعم. ان شاء الله اذا وقعنا هذا اللاعب، انتظار الاستثمار مركز اخر هو ضروري جدا. احنا عندنا حاليا بصراحه خليني اقول لك اياها، عندنا اليسرى حد الان. احنا عندنا مثلا عمر خريبين نقدر نلعبه يسرى، عندنا بشار نقدر نديره يسرى، ولو مو مركز عندنا حتى سامر ممكن يلعب يسرى.
عندنا ماجد وعندنا العجان، ممكن اصعد العجان فوق، مؤيد العجان محترف نعم. والعب ماجد. عندي كثير من الخيارات، هاي كلها المدرب تعرف يدرسها. نعم. بالخيارات من يقوم يستقطب لاعبين. فما ممكن يعني ارجع لسؤالك، ما ممكن يعني اني مدرب اجيب لاعب محترف ويكون احتياط. وهذا سؤالك رح ارجع اناقض نفسي واقول لك سؤالك وجيه. ليش؟ لانه في ذكرت هسه في انديه. نعم، انا هذا اللي في ردت اوصل لك. لا اساعدك بهذا الموضوع. انا ذكرت هسه في انديه. نعم. للاسف اللاعب المحترف احتياط. نعم. قاعد وانا دافع له احترافيته، اكله وشربه ونومه. اذا انا ليش جيت بي اصلا يعني؟ اوكله وشربه واجيبه وقاعد احتياط. نعم، ما استثمر. انا هذا اللي ردت اوصل له بالضبط. ذكرت وناقضت حقيقه كلامي، وسؤالك كان صحيح. أنا هذا كابتن ردت أوصل له. يعني أنت جنابك ذكي جدا. أنا عندما آتي بلاعب يجب أن يكون هذا اللاعب بالاحتياج الفعلي فعلا. إحنا نتحدث عن العراق، ليس لأن نحن عراقيين، وإنما العراق بلد هو يعني خامة لكرة القدم. فبالتالي أنا لا أجد صعوبة. كابتن هذا يعني مفصل اللاعب المحترف خلينا نتركه على لا، صفحة. قبل ما تركه هنا على المسؤولين مال هاي الأندية. نعم، حقيقة هاي مبالغ. إذا تعطيه 150 تعطيه 180 ألف دولار بال200 مليون وتجيبه قاعد احتياط، أنا أجي أحاسبه لهذا أبو النادي أو الإدارة، تعالوا أنتم هذا شلون جايبين أنتم احتياط وقاعد. وهذا الموضوع يعني هذا اللي يرجعني للمربع الأول. أقول إنه لربما أكو صفقات بها بوق، خلينا نقولها بصراحة. نعم. حتى العالم خاف ما تعرف شنو مصطلحاتنا الأخرى، محسوبيات بها فائدة ومحسوبات. نعم. لا حتى يعرفون إنه الناس أكو أندية أنا أجيبه قاعد احتياط، شنو فايدته للبلد وللدوري العراقي اذا ما بي فايده. كابتن وهذا ما احييه واكبر في ناظم شاكر انه يتحدث بجرأه وبلا مجامله. نعم، راسا اسرحه واخليه يروح، هذا اروح واستفاد من هذا المبلغ للاعب محلي اخر. لاعب محلي، هذا صدق لاعب محلي. يمكن اذا تطيب هذا هو، وخصوصا الشباب. والله عندنا شباب هسه بالنادي. هاي صار لي 4-5 ايام اني تارك الفريق على الكادر التدريبي، على فاروق مدرب اللياقه والاخ وليد وهاشم يشتغلون بالجانب البدني. بدينا احنا قبل المعسكر، واني ما لي علاقه بهم هسه. على الشباب صار لي 4 ايام. ان شاء الله بالمستقبل نقعد اشوفك. جبت لاعبين هسه ضفتهم للفريق 3 حاليا رح يكونون مع المعسكر التدريبي للفريق. نعم، يعني اكله وشربه وتذاكره مصاريفه كلها على النادي راح تصير. اذا ذول 3 يوما ما نقعد اقول لي هذا منه، اقول لك هذا اللي قلت لك عليه. ان شاء الله هذا الدوري تصير لهم مشاركات ان شاء الله بالدوري العراقي. نعم كابتن، يعني على ذكر لاعبين شباب، لاعب عندكم في شباب القوه الجويه يقال ظلم بعدم استدعائه للمنتخب الشبابي، يمكن ماجد جواد على ما اعتقد، او يقال انه هذا اللاعب ماجد المدافع اليسرى مالنا، يعني هو اللي هسه هو نعم شعر. نعم ماجد انا يعني اول واحد وقعته هذا. اول لاعب وقعته مع هيثم. نعم. شوف لاعب شاب، شوف هسه بالمناسبه نعم. لاعب شاب ولاعب خبره وقعتهم اول اثنين. اذا حساباتنا احنا وين تصب بالمستقبل. نعم كابتن، ما دامنا نتحدث عن تحدثنا في موضوع اللاعب المحترف وتاثيره على لاعبي المنتخب، خلينا نتحدث عن موضوع مهم جدا. اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه مشكوره وفرت معسكرين للمنتخب الاولمبي، احداهما في جورجيا والاخر في انطاليا هذه الايام. الكثير من المدربين ابدوا اعتراضهم، واولهم الكابتن ناظم شاكر. يعني يا ريت لو توضح للجمهور لماذا يعترض الكابتن ناظم شاكر، وكيف يؤثر هذين المعسكرين المتداخلين في وقتين قريبين جدا على استعداداتكم كفرق، وخصوصا على فريق جماهيري مثل القوة الجوية. بالمناسبة طبعا احنا مع منتخباتنا قلبا وقالبا، هذا منتهي منه، هذا منتهي منه اكيد، مع مدربينا، مع الاتحاد، مع العراق. نعم. بشكل كامل والكرة العراقية. أنا مو ضد المنتخب أن يروح معسكر، لا. التوقيت اللي حالي، ولا حنطيك ثوابت بالأخير بعد كلامي. نعم. التوقيت الحالي للمعسكر حسب، يعني بعد استدعيت اللاعبين اللي دخلوا معسكر ويا الأخ حكيم والمنتخب، قالوا كابتن عدينا إعداد جيد جدا. تعرف احنا هسه بحساباتنا، أنا بالنسبة أتكلم عن نفسي، أنا من سألت اللاعبين شنو اللي سويتوه، شنو المراحل اللي بديتوا بيها لوين وصلتوا، شنو تدريبكم، مسألة الشدة ايش قد انه شدة التمرين لوين وصلتوا. اللاعبين يتكلموا قالوا كابتن عدينا اعداد كامل.
ممتاز. انا هسه هذول اللاعبين اذا جو وياي انا ايش راح اشتغل؟ راح اشتغل من الصفر مثلا. مو احنا بدينا هسه بس يعني بالمعسكر لازم نبدي صبح وعصر، نبدي تمارين قويه. هذول اللاعبين بما انه عدوا مع المنتخب هاي الفتره القصيره، انا علي انه ما اعطيهم شده بعد حتى لا يصير عنده اوفرلود، يبدا اللاعب ينزل بالشوط الثاني ما يلحق لا يخدم المنتخب ولا يخدم النادي. فعلي انا اعمل وياهم باحترافيه عاليه بتدريب معين مكمل محافظ على ما اخذوه بالمنتخب الوطني. هذا حتى يسمعني اخوي وصديقي حكيم شاكر مدرب المنتخب، نوجه له تحيه يعني حتى يعرف انه احنا اكو مدربين يعني يمكن احنا اقدم من عنده صحيح ومارسنا اكثر وهذا، لكن حتى يعرف انه احنا عقلياتنا العراقي نخاف عنده فكره على بعض من المدربين انه نعرف احنا هذا اللاعب بعد ان اخذ هاي الجرعات التدريبيه الجيده جدا لمستوى واصل، احنا نعرف شلون نكمل بعيد عن اللاعبين الاخرين اللي يبدون من الصفر. يعني ممكن احنا نجي نبدي مثل ما بدأوا هم اعداد كامل ذولا بعدهم، يعني ها حتى يخاف، حتى ايضا هو من حقه انه يخاف على اللاعبين، لان حتى منتخب عراق هذا وهي اسلحته داخل الملعب. نعم كما هي حال الانديه. اثنين، المعسكر الثاني اللي جينا عليه هسه، احنا كل الانديه راح تدخل معسكر في نفس التوقيت اللي يدخل به المعسكر اللي راحوا به هسه المنتخب الاولمبي. نعم. اذا هنا اكو تداخل. المعسكر الثاني اللي يدخلوه هسه اللي حيدخلوه الاولمبي، في رايي انه اذا تصير المباريات على مستوى مثلا المنتخب يروح يلعب ويرجع، انا في رايي هذا، ولو الراي متروك للمدرب والاتحاد. نعم. راح يكون يعني احسن واكثر فائده للاخ حكيم، ليش؟ لانه هم عدوا اعداد كامل جاهزين للمباريات التجريبيه. وبالتالي يحاول ان يجرب يشوف هاي له. نعم. اما المعسكر احنا نقول كمعسكر ثاني في حسابات المعسكرات انه ما ممكن راح يعد الفريق مره ثانيه. لا ما ممكن. الوقت المتزامن هسه نجي على الانديه، الوقت المتزامن اللي يخدمنا مو يخدمهم يمكن هم. الوقت المتزامن بين هذا المعسكر المنتخب وبين الانديه كلهم داخلين نفس الوقت. كلهم راح يرجعون وين؟ يوم 30. الفيفا داي باتصال ويا الاخ عبد الخالق اني، الفيفا داي مباراه عندنا يوم 3. نعم. يعني احنا الانديه كلها اللي راح ترجع لاعبيهم جاهزين ان يلعبون مع المنتخب في الفيفا داي. في الفيفا داي يوم 3. وهو موضوع مهم جدا، نحن دائما نتحدث عنه في برنامجنا. لا هسه الاتحاد مشكور حط برنامج للفيفا داي في كل مباراه لازم يلعبون. ممتاز. هذا به تصنيف للعراق وللمنتخب مالتنا ولسمعه كرتنا. نعم. راح يلعبون في كل جمهورنا يسال دائما لماذا نحن في هذه الايام لا البارحه باتصال ويا الاستاذ عبد الخالق مسعود وتكلمنا بهذا الجانب وهذا الجانب مال المعسكر. فاني اقول يعني بصراحه بعد كلامي خلي اذكر انه الاخ عبد الخالق مسعود، الاستاذ عبد الخالق قال لي هذا المعسكر الاولمبيه مسويته للمنتخب مو احنا. طيب مشكوره الاولمبيه. نعم. بهذا العرض صح جيد جدا انه ندخل معسكر أكثر. لكن التوقيتات هي لازم مشكلتنا. التوقيتات انه الوقت صعب جدا. الانديه كلها نجي علينا، الانديه كلها مستقطبه لاعبين بما فيه محكي على نادي يعني ونادي الشرطه ايضا، والانديه الاخرى استقطبت لاعبين جدد. احنا هسه يراد لنا توليف للاعبين. طيب احنا اذا رحنا معسكر يوم 15 ودخل المنتخب الاولمبي في معسكر، يرجعون حسب علمي ايضا بنفس الوقت يمكن 30 واحد يجي 30 مع بدايه الشهر القادم. نعم. طيب احنا اذا رجعنا هسه عندهم مباراه الفيفا داي، احنا شو وقت رح نلعب 10/9 يبدا الدوري، شو وقت رح نلعب مباراه وديه بظل دول اللاعبين المتواجدين؟ حتى اشوف جاهزيه اللاعبين. لا حتى اشوف هذا الخط، هذا اللاعب، هذا شلون اشوف اللاعبين اي مكان من القوه والضعف. نعم. زين اذا هم مو موجودين اني رح العب باللاعبين الاحتياط واجي العب بالدوري باللاعبين الاساسيين هذه اللي جو المنتخب. فهذه الصوره اوصلها للاتحاد وللكادر التدريبي وللجنه الاولمبيه حتى تكون على علم. اللجنه الاولمبيه هذا مو اعتراضي على برنامج المدرب يجوز. نعم. لكن انا متاكد انه هذا مو برنامج جاء، البرنامج انه راحوا اعداد وجهزوا للمباريات الوديه، فلا حبذا انه يلعبون مباراه وديه احسن من معسكر ثاني. اول شيء للاولمبيه خلي يسمعوني انه ممكن نوفر هاي مبالغ المعسكر للمباريات وديه، يحضرون بلكة الى اذا ما رحمت هنا على دول القريبه مثلا. نعم. استفاد من دول جيده، العب مباريات اصرف هاي المبالغ لدول ممكن العب وياهم في الاردن، العب وياهم في لبنان، يعني في الدول اللي ممكن يعني استفاد نعم. منها. هذا وجهه نظري. هو ليس تدخل لكن وجهه نظري. نعم. بنفس الوقت صراحه انا البارحه الاستاذ عبد الخالق مسعود متصل بالاخ حكيم ومتصل بالاتحاد، فصاير قرار على اساس انه ننطي لاعبين. الاخ حكيم قال لا انا ما راح اثر على الانديه، اسحب من كل نادي لاعبين
نعم، وهي تحسب لهم، هذه جيده جدا. جيده، انا اعتبرها جيده. وبنفس الوقت احنا ما نريد، يعني اني من الناس، يعني احنا كاختصاص ما ممكن اني اعطل عمل المدرب على هذا معسكر او هذا ليش، هذا مو واجبي. لكن وجهه نظر اطرحها، ولربما هم عندهم الفائده الاكبر. احنا المشكله الاساسيه من الذهاب الى المعسكر هو الاعداد وبناء اللاعب الصحي الجيد. طيب كابتن، هذا حدثت بالاولمبي. نعم. اما المعسكر الثاني هذا من اختصاصهم صراحه. نعم. انطيت وجهه نظري فقط، يعني لا تدخلون. كابتن، يعني لو حدد الرقم بلاعبين اثنين، نعم. كيف سينعكس ايجابا عليكم انتم كانديه؟ غير عن ما يعني حقيقه بها نوعا ما من يعني ما نريد نقولها مشكله، لا، لكن اللاعبين ذولا ممكن بالضبط. احنا مثلا احنا عندنا لاعب بشار يلعب بخط الوسط، وعندنا مصطفى ناظم يلعب قلب دفاع. نعم. يعني هذا لازم ينسجم ويا المدافع ماله، تعرف مهم جدا. نعم. وهذا حساس. وهذا نعم. لازم ينسجم ويا لاعبين الوسط، ولو ان كانت واجبات من المدرب. يقول له سوي فلان شيء، انت اصعد، انت يعني اكو بها. نعم، لكن تواجدهم بالتشكيله، ذول لاعبين اساسيين. تواجدهم بالتشكيله في المباريات الوديه يعطيك فكره انت كمدرب اكيد. نعم، حتى ترسم احنا الشكل العام. نعم، للفريق. ذول لما ما متواجدين ذول الاثنين يمكن اهون من 4، احنا عندنا 4 إلى 5، يعني اهون، عندنا 5 احنا تقريبا. نعم. فتدري 5 مؤثره جدا، 2 ممكن يعني نعم. بها مجال. يعني كابتن، هو يعني كما يقال يعني بالمثل العربي الفصيح، بعض الشر اهون. يعني انا اعطي لاعبين افضل من ان اعطي 5 لاعبين. خلي اوصل رسالتي. احنا مع قلناها بالبدايه. نعم. قلبا وقالبا مع المنتخبات الوطنيه. نعم. لانه سمعه البلد اهم بكثير، اكبر من الجويه والزوراء وباقي كل الانديه. نعم. لكن بقدر المستطاع بالممكن. نعم. بالرسمي انا اذا مباراه رسميه ما ممكن اتكلم نهائيا لو نص الفريق ياخذوه. يعني هذه سمعه بلد، نرجع نقول هذه سمعه بلد. اخسر في مباراه مهمه جدا ولا اخسر على مستوى منتخب العراق. كابتن، يمكن يعني لا اريد ان اجاملك، ولكن اتمنى ان يمتلك كل مدربينا هذه النفسيه، التفكير بمصلحه الفريق الاول، الفريق العراقي، ثم التفكير بمصلحه والله مو دفاعا عنهم، كلهم يحملون نفس الفكر ونفس الحب لبلدهم. نعم. وبعدين هي اذا كابتن، المشكله في التوقيتات دائما. نعم، هي احيانا اكو توقيتات. يعني مثلا انا تكلمت على هذا المعسكر، يمكن ما ممكن تسمعني في يوم انا اتكلم على معسكر مهم. يعني مثلا المعسكر اللي ذهبوا به المنتخب وعدوا اعداد جيد هسه، وعندهم مباراه بعد اسبوع. نعم، من يتكلم؟ ما حد يقدر يتكلم هذا الجانب. لكن معسكر ثاني وبعدين نجي نلعب مباراه وديه وبعدين نروح على هذا التوقيت. انا اقول انه ممكن مجال هذا يخص المدرب والاتحاد بالبرنامج مالهم ممكن. وخصوصا تكلمت هذا الجانب لانه احنا داخلين، كل الانديه اللي تاخذ لاعبين يدخلون معسكرات حتى ودافعين مبالغ جاهزيه بالضبط. لا، الجانب النفسي مهم ايضا. نعم. يعني انت لازم تصير اكو لحمه بين الفريق الجديد، خصوصا انه انا اعرف نفسيتك وتعرف نفسيتي، والمثل يقول ما تعرف صاحبك الا بالسفر. نعم. اكيد. فهي مهمه جدا. نعم. انه لما 15 يوم انت يوميا مقابلني وجهك بوجهي الصبح وعصر وعلى الغداء وعلى المسبح وعلى الساونات هي يحتاج. نعم. وهذا اكيد يعني الاخ حكيم. كابتن، موضوع مهم جدا. ما فايدت هذا الموضوع، طبعاً. لكن قلت لك اذا اكو اهميه للمنتخب بهذا المعسكر اكثر من ما احنا نتكلمه، احنا نعم، فنحن مع المنتخب. نعم. كابتن، يعني لم يبقى يمكن 2 أو 3 دقائق، موضوع مهم جدا. يعني الكابتن ناظم شاكر تحدثت عن تمارين كما يقال عنها الترويح عن النفس. نشاهد كثيرا أندية جماهيرية على مستوى العالم عالمية تمارس تمارين ترويحية في فترات كثيرة، كيف ينعكس تأثيرها على اللاعبين، على المجموعة من ناحية الانسجام؟ لا، الوقت ايش وقت هاي يعني تمارين الترويحية ايش وقت ممكن؟ يعني حتى البعض منهم يستخدمها قبل المباريات الحساسة. لا شوف، احنا شو نسوي يعني حقيقة، احنا هاي التمارين الترويحية المسلية. نعم، تمارين مسلية ترويحية. نعم، كما يطلق عليها. نعم. ننطيها احيانا، خصوصا انا بالنسبة لي يعني في التمارين الصباحية في المعسكرات التدريبيه. يقال انها تخرج الشد العصبي، تبعد عن الفريق. مو بس انت لاعب قاعد، لاعبين للاسف هذا الجيل الجديد نقول. نعم. الجيل الجديد مع احترامي واعتزازي بهم، كلهم متعلمين على النت ومتعلمين على يدخلون على ياخذ يعني وقتا كثيرا منهم. بالضبط. احنا في المعسكرات حتى يؤثر عليهم على ذهنيتهم. للعلم بالمناسبه، انا في المباريات وفي اوقات كثيره انه التليفونات نجمعها
نعم. والنتن جمعة باتفاق مسبق هذا. لا لا، هذا فرض على اللاعب يعني، وليس حتى خيار. يكون مركز في لا حتى ينام الصبح عنده تمرين. فنرجع لموضوعك، سؤالك هو صح. احنا الصبح في معسكراتنا التدريبيه حتى اذا نتكلم اكو احيانا حقيقه يعني نكته قبل التمرين، تعرف اللاعب الصبح تقعده بالستة تمرين بالسبعة. هسه حاليا انطاليا جوها حار، فانت الصبح لازم شويه تصير فد مزحه فد من فلان وفلان نسمح بها هاي حتى يلطف الجو، حتى يلطف الجو. بعدين من نبدي حقيقه نبدي بتمارين مسليه، نفتح جسم اللاعب ولو ربع ساعه. ولو العلمي احنا في كره القدم الجانب البدني ما تاخذ اكثر من ساعه بعد التمارين الاخرى المسليه. نعم. يعني اللي تفضلت بها حتى نهيئ اللاعب تدريجيا لحتى يؤدينا اللي نريده. هاي تصير احيانا تقول قبل المباريات اذا تشوف الفريق اكو مباراه قويه جدا. نعم. وبيها شد للاعب، تحس قبل يوم من خلال الوجوه وتقرا وجوههم، تسوي في يوم المباراه. اني حتى في المحاضره قبل دقيقه ما ادخل المحاضره يعني الطف الجو قبل ما ابدي اتكلم. نعم. في نفس المباراه حتى تخرج في يوم المباراه. نعم. في لحظه المباراه حتى تخرج الشحنه النفسيه العصبيه. نعم. وارجع مرت اللقله احكي علينا واحكي على منتخباتنا وعلى اتحادنا وعلى رياضتنا وعلى كل العالم بيها اطباء نفسانيين متواجدين مع الانديه ومع المنتخبات. نعم. الا العراق، الا الفريق العراقي. ليش؟ لا انا اسال ليش ما متواجد؟ هذه مشكله كابتن، مشكلة تحدثنا جداً. كثيرا عنها هنا، يعني اكثر من شخص تحدث عن هذا الموضوع. ارجع واقول لك ان شاء الله اذا استقر البلد امنيا فكريا، اعتقد رياضتنا بظل هذا الموجود هسه، الناس الموجودين المحبين من جمهور الى لاعبين الى اداره الى مسؤولين. اكو نقطه مهمه، المسؤولين الله شاهد اتكلم هاني لا من باب نعم. ما عندي مراجعه ويا اي وزير. نعم. ولا ويا اي مسؤول. نعم. ولا حتى رئيس دوله. نعم. ولا غيره. نعم. لكن الناس كلها تحب الرياض. دا اشوف اني يعني خلال تواجد مثلا اشوف شخص معين ذاك اليوم برلمانيين جايين من اربيل، جيت التحقت بالنادي 20 واحد يسالوني ويسلمون ويحبون. نعم. وزراء يستقبلون رياضيين، يعني فشي هذا جيد. لكن من يصفى هذا ان شاء الله ويصفى البلد ان شاء الله رياضتنا تكون ان شاء الله. بخير. كل التوفيق للكره العراقيه اولا، ولفريقك القوه الجويه كابتن، احد القامات الكبيره في عالم كره القدم العراقيه. كابتن ناظم شاكر، كنت ضيفا عزيزا خفيف الظل، تحدثت بجرأة ومصداقية عالية خدمة للكرة العراقية. أولا وأخيرا شكرا جزيلا لك، أكرر شكري كابتن، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. ألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. إلى ذلك الوقت إلى اللقاء. شكرا جزيلا كابتن، حياك الله.